ايه ده؟ في ايه؟ مالكم متنحين زي اسدين قصر النيل ليه كده؟ مفيش يا ريس. التطبيق بعت لنا الميل بتاع الفلوس متأخرة. شفت يا بقف؟ مش قلت لكم؟ طب وايه الاخبار؟ الفلوس هتيجي امتى؟ اقرا يا ريس. ايه ده يا ريس؟ في ايه يا عزيزي المراهن؟ لقد قمت بشيء خطئ يتعارض مع الشروط التي وافقت عليها عند تسجيل حسابك على بيت فور ايفر. اذا قمت بفتح العديد من الحسابات من نفس عنوان الاي بي والمطالبه بالمكافآت من نفس الافراد الذين يعيشون في نفس العنوان البريدي، هناك اشتباه في غسيل الاموال واساءه استخدام المكافآت وامتلاك حسابات متعدده وشبه احتيال، ولهذا قام البيت فور ايفر بتقييد حسابك ولن يمكنك استرداد مبالغ ماليه على هذا الحساب. لكن عندك مشكله الاستفسارات. بنحاول نفتح تطبيق من الصبح مش بيفتح. الاكونتات كلها اتمسحت. هي كده جبرت. هي كده جبرت. ازاي؟ هو المشكلة مش في ازاي، هو المشكلة كده ان التطبيق واخد مننا فوق ال 3 مليون جنيه، ودي فلوس ناس، وكده كده هيسألونا فيها، واحنا لازم نرجعها لهم. ولو عملنا كده هنبقى على الحميد المجيد وهنتداين. متضايق ليه يا عبيط منك ليه؟ عادي يعني. احنا كده كده هنشتغل وهنعمل حسابات جديده على التطبيق، والجروبات اصلا كده كده منها ولا ليها. هي كده شكرا. جبرت. جبر الليله دي خالص. بص يا استاذ صالح، انا كنت في المشوار ده كله من الاول عشان خاطر شرقاوي. لو شرقاوي مكمل انا مكمل. بس انا من الاخر كده حاسس ان دي رساله من ربنا لينا كلنا، ان احنا لازم كلنا نبطل. بقول لك يا ريس، انا عندي ليك سؤال، جاوبني عليه اكمل معاك من غير ما افتح بوق. تقدر تقول لي بنتك على اللي انت بتشتغل فيه ده؟ تقدرش. شفت؟ طب ازاي المدمنين يا استاذ صالح؟ بتلعب وخلاص، ولا فارق لك تكسب ولا تخسر. خسارة دماغك. عليه العوض. اشوف محامي يفض شركة الكافيه ده، كل ياخد نصيبه ويروح لحاله. شكرا على كده.